بسكوت الكيس الخطير اللي ما حدش هيقول لِك سر اللون الدهبي ده الموحّد بيطلع إزاي، وكمان بالسمنة مش بالزبدة، وأحلى قرمشة كإنه بسكوت زبدة وبسكوت مكنة. هاقول لكم كل أسراره وتكاته، بُصّوا بقى القرمشة والّا اللون اللي عامل زي سبايك الدهب، وتحدي إن أنا هاقول لكم طريقة اللون ده بيطلع موحّد كده إزاي، مش مبقّع ولا كل صاج يبقى لون ولون. تابعوا معايا الفيديو لآخره واوعوا تجروه. معايا كيلو من الدقيق هاشيل منه 3 معالق، ومعايا هنا 600 جرام من السمنة حطاها في التلاجة تكون باردة، تمام، بس مش متجمدة، يعني هي باردة أهي، بس إن أنا أقدر إن أنا أبتدي إن أنا أتحكم فيها كده وأنزّلها. هاضرب السمنة الأول بقى بالمضرب كويس جدًا لحد ما تهيش معايا ولونها يفتح، وتبتدي تعمل كده خليط شبه الكريم شانتيه. ومعايا هنا حوالي بقى 350 جرام من السكر البودر، برضه أنا طحناه في البيت ونخلاه، هانزل عليها بالسمنة وابتدي إن أنا أضربهم مع بعض لحد بقى ما الخليط يبقى كريمي خالص. وطبعًا نقدر الخطوة ديّة نضربها بإيدنا بالمضرب اليدوي عادي جدًا. بانسّل بالspatula الأجزاء دي كلّها عشان كلّها معايا 4 بيضات عليهم فانيليا، بابتدي أنزل بيضة، بيضة كده أو بيضتين، بيضتين، وابتدي إن أنا أقلّب كويس لحد ما البيض يختفي. وهنا البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة، تمام. بعد كده بقى أضرب كويس جدًا لحد لمّا كل الخليط يبقى متجانس مع بعضه، يعني بشكل مش قادرة أقول لكم عامل إزاي، يعني يبقى شبه الكريم شانتيه كده. طيب إحنا ليه شِلنا 3 معالق من الدقيق؟ علشان أنا هنا هاستخدم بسكوت الكيس مش بسكوت المكنة، وهنا معايا نُص كوباية من الحليب بدرجة حرارة المطبخ، والسر بقى هنا في قصانص الحليب. عايزة أقول لكم بيخلّي الطعم بتاعه تحفة، وريحته الفانيليا اللي إحنا لمّا بنجيب بسكوت الفانيليا من برّه بنشم فيه ريحة كده ونكهة بنبقى مش عارفين إيه دي، هو ده قصانص الحليب. الدقيق بقى أهو هابتدي إن أنا أشيل منه ال3 معالق زي ما اتفقنا، عشان ينزل معايا بسهولة من الكيس ما يغلّبنيش، تمام. طيب أنا عايزة أقول لكم حاجة، بسكوت السمنة من بسكوت الزبدة مش هيفرق أوي في الطعم، لإن إحنا مستخدمين سمنة نوعها كويس وماشيين على الخطوات مضبوط. نزلت بربع معلقة على طرف المعلقة كده baking powder، وابتدي إن أنا أقلّب من تحت لفوق، ما باقلّبش ما باعجنش، يا دوب إن أنا بالِم الخليط لحد ما توصل معايا في الآخر لعجينة كده ملزقة شوية، عشان كل ما العجينة كانت صح هتنزل معايا صح من الكيس، ما تغلّبنيش بقى وتفضل تتقطّع وتعمل. وزي ما اتفقنا إن إحنا في الفيديو بتاع اللي اتكلمنا فيه عن أسرار نواعم العيد والأدوات اللي هنستخدمها، باستخدم في القمع معايا التِب اللي هو 3D. بُص بقى هنا العجينة عاملة إزاي، طرية وملزقة، بابتدي إن أنا أحطها في القمع، ما باحطش قطعة كبيرة، بابتدي أحط قطعة، قطعة كده، ولمّا تخلص أحط غيرها علشان كل أمّا أضغط ما أكونش إن أنا باعجن العجين جوّه القمع. ونصيحة لو هتستخدموا أكتر من كيلو، اشتغلوا كيلو، كيلو عشان البسكوت ما يشمّعش. بابتدي أجيب الصاج بقى بتاعي وأمشي كده بالطول خط وأقطع، شايفين بينزل بمنتهى السهولة إزاي؟ بامشي خط كده بالطول وأقطع. هابتدي أدخّله بقى الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني مشغّلة من تحت بس. وهاقول لكم بقى الجزء هنا اللي هنعمله بالشوكولاتة، جِبت معلقة من السمنة صغيّرة دوّبت فيها معلقتين من الكاكاو، وابتدي إن أنا بقى أقلّبهم مع بعض كويس. طب أنا ليه حطيت معلقة من السمنة؟ عشان الخليط بتاعي يبقى طري برضه ويقدر ينزل معايا. نفس القصة، أنا هنا بقى استخدمت التِب بتاع البيتي فور اللي هو 6FT، وابتدي أنزل كده بالشكل ده. طيب إزاي هو طلع معايا بقى باللون ده؟ أول ما أحس إن هو ابتدى يتشمّع في الفرن، بارفع الرف لفوق لأعلى من ناحية الشواية وأنا طافية الشواية، هو ده السر اللي بيخلّي اللون كلّه بالشكل ده.